مساء الفل عليكم. موجودين في موقع جديد في كومباوند هاي سيتي العبور. النهارده شغالين اعمال تاسيسات المرحله الاولى بالكامل، تاسيسات السباكه، الكهرباء، تاسيس مواسير فرن التكييف وايصاف. تعالى كده نتكلم على التقسيمه اللي موجودين فيها. الشقه دي احنا ابتدينا فيها بطريقه مختلفه شويه. ايه هي الطريقه المختلفه شويه؟ ان احنا ما نزلناش المقاولين السباكه او الكهرباء في البدايه. احنا اول حاجه محرنا الشقه بالكامل. تعالوا كده اشرح لكم احنا عملنا ايه بالشقه بالنسبه للتعديلات المعماريه والتاسيسات، واقول لكم النظام المختلف اللي احنا اشتغلنا فيه في الشقه دي. طيب اول ما دخلنا من باب الشقه معانا على اليمين لوحه الكهرباء والبواط الخفيف. طيب لسه احنا شغالين في فرد الخراطيم. لو خدتوا بالكم موقع نضيف جدا، الناس شغاله باريحيه، الشرب معانا مرتاح. طيب ما هو نخش بقى على معانا هنا التعديلات المعماريه. كان موجود معانا اللي هو الجزئيه دي مش موجوده، بنينا الكتف ده، عملنا برايفسي اللي داخل من باب الشقه، وفي نفس الوقت استغلينا في الحته دي ان احنا عملنا الجزئيه دي كلها نيش، وعملنا في الحته دي كوفي كورنر. تعالوا نخش بقى على حمام الضيوف كده نشوف تفاصيله موجوده ازاي. زي ما انتم شايفين، حاجه مهمه جدا لازم تعرفوها، ان احنا لما بنيجي نعزل الحمامات بنعزل الحمامات قبل مواسير الصرف. ليه؟ لان العزل بيتعمل عشان مواسير الصرف لو صرفت ميه يبقى احنا عايزين حماماتنا بالكامل، ولازم برضه نختبرها. طيب حمام الضيوف اللي موجودين معانا، موجودين معانا هنا على اليمين الحوض، موجود معانا تأسيس السخان الفوري بنحطه تحت الوحده عشان ما يكونش باين، يبقى شكله مناسب، ويبقى الاحتياج اللي احنا خدناه منه موجود اللي هو استخبى. مش بقى شكل الحمام السخان الكبير اللي بياخد حيز من الفراغ يبقى شكله مش احسن حاجه. معانا 2 محبس. طب ايه الاتنين المحبس دول؟ محبس عمومي للحمام، ودايما المحبس العمومي بيبقى على اليمين، واللي على الشمال محبس خاص بخزان الدفن. لو لا قدر الله حصل حاجه في خزان الدفن بنفصل ده، وميه الحمام بتبقى موجوده زي ما هي. طيب احنا لو ملاحظين ان احنا حاطين المحبسين تحت وحده الحوض، عشان اصبح ان تعالى كده اصبح ان مفيش محابس ولا ليات تبقى ظاهره. نخش على خزان الدفن. طبعا الشغل كله زي ما انتم شايفينه كله ميزان ليزر، شغل محترم جدا، كل حاجه ماشيه على الشرب من البدايه. طيب خدتوا بالكم من حاجه، ان الحمام اللي احنا موجودين فيه ده متمحر من البدايه، وبنبدا نقسم شغلنا، نبدا نحفره نرسمه نحطه احسن بكتير وافضل بكتير، ويبقى فيه راحه في الشغل افضل. طيب معانا هنا خزان الدفن، معانا هنا الخوارنا فوق خزان الدفن، معانا هنا خلاط الدفن الاحادي. طيب حته مهمه جدا، بنعمل خلاطات الدفن الاحادي او بنعمل خلاطات الدفن عامه عشان ما يبانش ليات او يبان اي حاجه. طيب في الحاله دي ان احنا تغذيه خزان الدفن، لو خدتوا بالكم ان احنا مطلعين ماسوره بولي ومغذيين الخزان الدفن من هنا، من النقطه دي مغذيين القاعده من الحته دي، اصبح ان مش هيبقى فيه لي طالع من القاعده هنا، شكله مش احسن حاجه. طيب وحاطين البيبه السمارت، البيبه دي اللي هي بيتحط فيها نقط بورسلين مع المرحله الثالثه ان شاء الله، واصبح ان الشغل ما فيهوش اي مشاكل. والعزل زي ما انتم شايفين. نبدا نخش بقى على المطبخ. خلاص احنا قلنا التعديلات المعماريه هنا معانا كان في المطبخ، كل ده كان مبني فتحناه واصبح ان المطبخ امريكان، وبنينا الحته دي طلعنا بيها مباشره لبره عشان المطبخ يبقى احسن حاجه معانا. طيب تقسيمته كده بمثلث الحركه، ثلاجه معانا هنا، بوتاجاز معانا هنا، حوض، اصبح ان ست البيت واقفه مفيش فيها اي مشاكل خالص، اللي واقفه مرتاحه. نبدا بقى نخش نشوف على التاسيس. اول حاجه معانا هنا الحوض، معانا هنا تاسيس للفلتر، معانا هنا محبس خاص بالمطبخ بالكامل. طيب تاسيس هنا للغساله، مدخلين سخن وبارد. في ناس يقول لك والله الغساله مش محتاجه السخن، اوكي زياده، مؤسسين سخن هنا. والصرف تعالى كده هنا من هنا، اصبح ان انت لما تيجي تحط الغساله مش هتنطر من مكان المحابس، خلاص هو دي داخله لجوه، مش هتلاقي ال 3 4 سم اللي بارزين عن المطبخ. ده بنعمله في الغسالات الاطباق وغسالات الملابس عشان المطبخ يمشي كله سيمتري. حاجه مهمه جدا لازم اتكلم فيها، ان انت لما تيجي تعمل المطبخ او تاسيسه او تصميمه بنعمله من البدايه خالص. ولو في شركه مطابخ ايا يكن عندك وانت بتشطب بيتك، انت اللي بتقول لهم هنعمل ايه، مش العكس، مش اللي هو بيجي يقول لك هنعمل كذا ونعمل كذا. طب نيجي نشوف هنا كده بالتقسيمات، كل حاجه متقسمه. هنا غساله الاطباق 60، هنا الحوض 87. طب الحته دي هيتعمل فيها ايه؟ لو خدتوا بالكم هنا مكتوب ماجيك كورنر، الحته دي كلها هتستغل. معانا هنا الاويل بول اوت اللي جنب البوتاجاز. الحاجات دي كلها في التاسيس عشان بعد كده انت تكون عارف السنتي في المطبخ بيفرق. معانا هنا مكان للبوتاجاز بيبقى 90 سم. طيب لو نبص فوق كده، احنا عاملين بلور خارجي داخلين بنقطه داخل المطبخ ونقطه في الهود اللي نازله فوق المطبخ. كان زمان بنحط الفلاتر ما بقاش فيه مدخنه، الفلتر ده مع الوقت بيبقى فيه مشكله، وبعد كده احنا حطينا
ان البلور الخارجي موجود خارجي، هو الاعتماد الرئيسي عليه في قوه الشفط. وبنحط هنا الشفاط بتاعنا، ويبقى اصبح ان مفيش ادخنه في المطبخ. لست البيت ما تلاقيش من الحته دي، اعملي مطبخ امريكا لو انت عايزه، مش هتلاقي ادخنه فيها مشكله ولا حاجه. طيب دي غساله الاطباق، ودي وحده غسيل جنب غساله الاطباق، وبعد كده الثلاجه. طيب زي ما انتم شايفين كده السباكه ما شاء الله الشغل مقفول عليه زي ما اتحدد زي ما انتم شايفين. ما اصبح ان احنا بعد كده الناس تمشي تدوس على الشغل عادي، مفيش اي مشاكل ولا يتاثر ولا اي حاجه. لو شايفين برضو مواسير في التكييف، الله ينور الناس، بصوا قافلين عليهم الشغل ازاي. اصبح ان انت بعد كده تسيب موقعك، الناس بتوع الجبسون بورد داخلين يحطوا السلالم يحطوا الالواح، اصبح ان هو مش هيبقى فيه مشاكل خالص، ولا مواسير الصرف يبقى فيها مشاكل. معانا اماكن تاسيس التكييفات هنا، احنا لسه ما ركبناش مواسير فريون. طبعا معمول اماكن مواسير فريون هتطلع منين وتخش فين، مؤسسين للصرف بتاعها. وهنا معانا وحده هنا، ومعانا وحده برضو هنا في ظهر الحمام. في الجزئيه دي اصبح ان هي بتسيرف على الريسبشن بطريقه محترمه جدا. نخش بعد كده على الغرف اللي موجوده معانا. الغرف اللي موجوده معانا بعد اذنك كده معانا معانا غرفه الاولاد. غرفه الاولاد كومود، سرير، كومود، معانا هنا الدريسنج، معانا هنا المكتب، والجزئيه دي كلها يونت التلفزيون موجوده في الجزئيه دي. والشغل كله لازم يكون على ميزان ليزر. طبعا زي ما انتم شايفين هنا بيقطب على الشغل بتاعه، بيقفل عليه مونه عشان الخراطيم ما تتعصرش، ويشد سلوكه بكل اريحيه، مفيهاش مشكله. خش على الغرفه الماستر. الغرفه الماستر كان معانا هنا في تعديل معماري، كان كل ده مقفول، وكان الحباب من الجزء ده وباب الحمام من الجزء ده. فتحنا كده الدريسنج خلاص جايه حرف يو، معانا الدريسنج في الجزئيه دي. نخش بعد كده على الحمام. شوف الحمام وجماله وتفاصيله. الحمام زي ما انتم شايفين كده، اول حاجه معزول، مواسير الصرف عملناها، حطينا البيبه، حطينا الجريلا. طبعا زي ما انتوا قلتوا، زي ما بلغتوكم ان اول واحد دخل بتاع المحاره، يعني الحمام ده متمحر، ثم الراجل السباك بدا يحدد شغله ويحطه. طب ليه المشكله دي؟ ان انا كده بنشتغل على بعد واوتار، الموقع مش بيبقى احسن حاجه كنظافه. طيب معانا هنا لو خدتوا بالكم من خلاط الدفن الثنائي اللي موجود هنا، بيبقى فيه مينيمم والماكسيمم. المينيمم والماكسيمم انت محر خلاص، اصبح ان هو نازل معاه، مش هيبقى فيه مشاكل خالص، مش تحتاج بعد كده تجيب له نطوه او تكسر او تعمل تفاصيل، مش احسن حاجه. فالشغل ده شغل محترم جدا. طب نخش بعد كده على خزان الدفن اللي موجود معانا، برضه نفس الموضوع، الهاند شاور. معانا خلاط الدفن الاحادي. خلاط الدفن الاحادي بيدي تغذيه من ورا القاعده، موجوده هنا، مش هتلاقي فيه لي ظاهر ولا اي حاجه خالص. توزيعة غرفه الماستر اللي احنا موجودين فيها، كومود سرير 180 كومود، مكان التكييف موجود في الحته دي، والجزئيه اللي ورا الحمام منظومه التلفزيون بالكامل. نسيت اتكلم حاجه عن الحمام ده، لو خدتوا بالكم ان احنا عاملين هنا فوق في تأسيس للشفاط موجود في السقف، بيبقى سقوطه 15. اشتراطات الكومباوند انا مش عارف ليه ان انت فتح فتحات كور في كل حته ما عدا الحمام ده. طب احنا كنا عايزين نعمل شفاط خارجي، فاحنا خدنا الجزئيه دي من الحمام اللي هناك. هتشوفوا زي ما انتم شايفين كده فوق المواسير طالعه مباشره لحد الحمام التاني اللي هو البلور التاني. يقول لك كسر في اي حته ما عدا الحمام ده، مش عارف الحمام ده عنده مشكله فيها ايه. طيب نخش بعد كده على الحمام الرئيسي اللي احنا واخدين منه للحمام الماستر. طيب الحمام الرئيسي برضه واخدين معانا زي ما انتم شايفين هنا كده، الشغل كله موجود، حوض، سخان الفوري، معانا الاثنين محبسين العمومي وخزان الدفن، الجريلا راكبه عشان نعرف الشرب بتاعنا ومركبينها وعارفين تفاصيلها، بحيث ان احنا ما نركبهاش في مرحله ثالثه اصبح والله يا باشمهندس انا محتاجه على 2 سم 3 سم. لا، احنا عارفين شغلنا كله من البدايه عامل ازاي. الشغل كله متقسم هنا من اول الكابن شاور، هنا من اول الكابن شاور 90 في 90. معانا هنا خلاط الدفن الثنائي، معانا الهاند شاور، معانا الرين شاور نازله من السقف. ولما تنزلها من السقف لازم تعرف صوتك في الجبسن بورد ازاي عشان تسهل على الراجل السباك بعد كده ما يطولش او يعمل مكان لحام. نيجي بعد كده لخزان الدفن، معانا الخلاط الاحادي، كل الشغل هنا دفن، معانا الشطاف، معانا تغذيه من ورا. اصبح ان الشغل ما فيش فيه اي مشكله خالص، عارفين شربنا، والعزل ده برضه هيتعاد عليه ويختبر بالميه، هيبقى ما فيش فيه اي مشاكل خالص. نطلع بعد كده.
خلصنا الحمام الرئيسي، دخلنا على الليفنج. الليفنج هنا كان العميل عايز سرير صغير موجود في الحته دي والباقي ليفنج ومنظومه التلفزيون قدامه. طيب الشغل اللي موجود معانا زي ما انتم شايفين، موجود معانا هنا الليفنج، تاسيس للكومود، معانا هنا السرير، مكان لمواسير فريون التكييف، معانا الصرف بتاعه هنا وحاطينه في علبه راسي، وبرده تاسيس مواسير فريون التكييف لسه الراجل ما جاش هيطلعها على اماكن الكمبرسور المتحدده في الكومباوند. الخامات بتاعتنا اللي موجوده في الموقع زي ما حضراتكم شايفين اهو، سلك ال10 مللي للسخانات الفوري، دي السلوك اللي موجوده معانا بالكامل، ما بنخبيش خاماتنا قدام حضراتكم، وكل تفاصيلنا قدام حضراتكم. زي ما انتم شايفين كميه العماله او المقاولين اللي موجودين معانا في الموقع، معانا الكهربائيه والسباكه. الفكره كلها ان وجود الاثنين مع بعض بيحصل فيه مشاكل، لا ما دام انت مهندل شغلك كل واحد عارف تفاصيله موجوده فين، اصبح ان مش هيبقى فيه مشاكل، هيبقى فيه تعاون ما بينهم، وكل واحد بيساعد الثاني في وجود مهندس الموقع اللي موجود معانا. اصبح ان مفيش مشكله، التنظيم والاداره المتابعه هتطلع لك الموقع كل الناس شغاله مع بعضها في اسرع وقت وباعلى كواليتي ممكن. شكرا.